بعد مضي عدة أيام على رحيل المراسلة الحربية رنا العجيلي شهيدة في قاطع عمليات القائم، دار النشر تستذكر الشهيدة عبر حفل تأبيني قدمت من خلاله يد العون والمساعدة لأيتامها وسط دموع امتزجت ما بين الحزن والفخر لبطولاتها. حيدر شلونك؟ الحمد لله. اليوم أكيد استذكار رنا العجيلي الله يرحمها هي والدتك، شو تقولي اليوم هذا اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ابن الشهيدة الإعلامية رنا العجيلي استذكرتوها اليوم استذكرناها في شهادتها وقدمت إبداع كبير في الإعلام وفي الهيئة وفي كل مكان. أكيد أنت تريد يعني تصير مثلها بعدين؟ طبعا لازم أصير مثلها وأكمل مشوار أمي بمكانها، لأن شاركت في معارك كثيرة ومنهن معركة القائم. واستشهادها والله كلش ما أدري شو أسولف لك. هي استشهدت في القائم، وقبل استشهادها يعني بنصف ساعة احنا نتحدث وياها، أي ساعة أو أكثر من ساعة، أقل من ساعة، لحد ما انقطع النت، لأن كانوا من يجون من القائم عندهم نت، بس من يطلعون لا ينقطع النت. يعني هاي اللحظات الأخيرة؟ نعم. أي وصلت وصية لبنتها، قالت لها حتى الصغيرة قالتها بسلامة ماما إذا أجيت أنا أشتري لي شوكولاتة وأخلي اسمك بيها حتى تذكريني خاف أموت. لولا الحقيقة والكاميرا لما وصلت بطولات الحشد والقوات الأمنية إلى هذه المرحلة، ونشكر هذه الدائرة. واليوم احنا ما عندنا غير يعني ان نواسي عائلة الشهيدة، وإن شاء الله يعني نبقى عيننا على أطفال الشهيدة، ونشكر الحاج أبو مهدي ونشكر كل إنسان ما قدمه إلى عائلة الشهيدة. وعلى الرغم من أهمية هذه المناسبات لاستعراض مواقفها البطولية في مواجهة آتون الحياة والحرب، إلا أن الانتصار الأكبر لها يكمن برعاية أيتامها ماديا ومعنويا عبر شمولهم بقوانين حقوق الشهداء وامتيازاته. رحم الله رنا العجيلي، تلك الإعلامية الناجحة التي ثبتت هذا القدم الرائع في الشهادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يترحم لها الجنة ويسكنها في فسيح جناته. اليوم رنا العجيلي سطرت ملحمة جديدة في مسيرة الصحافة العراقية، هي أول شهيدة في الحشد الشعبي، أول زميلة من زميلاتنا شهيدة سطرت ملحمة لا نترك أي معركة في ضد الجماعات الإرهابية، ضد داعش، ضد من يهدد العراق، إلا وكان للصحفي والصحفية بصمة واضحة فيها. ثبتت بأن المرأة العراقية ليس نصف المجتمع، بل هي كل المجتمع. المرأة العراقية اللي هي الأم والأخت، المرأة العراقية اللي هي الزوجة والبنت. كانت رنا العجيلي بدموعها الزكية ثبتت هاي الحقوق الحقيقية للمرأة. أول إعلامية حربية في هيئة، أول شهيدة في هيئة الحشد الشعبي، أول شهيدة للإعلام الحربي الحقيقي. لقناة العراقية، مها الصافي، بغداد.